اللي قدامك في الصورة دول واحد اسمه شامبيون والتاني اسمه سيمسون. دول شغالين عمال صيانة المحولات الكهربائية. في عام 1967 طلعوا الاثنين عشان خاطر يعملوا صيانة لمحول كهرباء. واحد فيهم طلع قبل الثاني. بعد ما طلع ووصل وهو مربوط في الحزام اللي حضراتكم شايفينه ده، المحول يضرب صعقة كهربائية بقوة 4000 فولت. وللعلم الكرسي الكهربائي اللي كان بيستخدم في الإعدام القوة بتاعته 2000 فولت، ولكن رغم قوة الصعقة الكهربائية اللي ضربته وخدها فضل متعلق في الحزام، ما وقعش بسبب حزام الأمان اللي هو ربطه حواليه. وهنا صديقه التاني هو طالع وراه بص شافه، ما نطش وسابه ومشي، لا ده طلع بسرعة عليه لغاية ما وصل له وراح مميله عليه وفضل يديله تنفس صناعي عن طريق البوم. ودي اللي بتسمى بقبلة الحياة، وتسمت قبلة الحياة بعد الموقف ده. وده لأنه ما كانش عارف يعمله الانتعاش القلبي اللي هو CPR اللي هو انعاش القلب، ففضل يديله الهواء عن طريق الفم علشان خاطر يوصل الهواء للرئتين. بالفعل صديقه ابتدى قلبه ينبض وحس بنبضات القلب الصديق الثاني، فراح فاكك حزام الأمان وراح شايله على كتفه وراح نزل بيه. وبالفعل شالوا الشخص وخدوه طلعوا بيه على العناية المركزة، وهناك مع الأجهزة الكهربائية الشخص فاق ورجع للحياة من تاني بفضل الله سبحانه وتعالى وصديقه المقرب. التقط أحد العمال الصورة دي ليهم وهم فوق، وصنفت من أفضل الصور في عام 1967. هل واحنا في عام 2023 ممكن يكون عندك صديق وفي زي شامبيون وسيمسون؟ لو عندك منشن له في التعليقات. شاب سافر للخارج علشان خاطر يتعلم، واول ما وصل البلد اللي المفروض رايح عشان خاطر يتعلم فيها فنزل يدور على مكان علشان خاطر يسكن فيه، فعثر في عمارة سعرها مناسب ان هو يسكن فيها، فراح خبط على بيت جنب العمارة علشان خاطر يسأل على اصحابها علشان خاطر يأجر شقة في العمارة دي. فطلعت له واحدة ست، فقال لها لو سمحتي انا عايز اجر شقة في العمارة دي. فسألها قال لها مين صاحب العمارة دي؟ فالست قالت له انا صاحبة العمارة. فقال لها طب انا عايز اجر شقة في العمارة. فالست قالت له ما فيش مشكلة. بالفعل اتفق معاها وظبط معاها، والست خدته وطلع فوق العمارة، فتحت له الشقة اللي هيقعد فيها وخد بعضه وقعد في الشقة. هو وقاعد في الشقة واول يوم بالليل وراح مشغل الاغاني وقاعد بيستمتع باجواء الشقة، وفجأة باب الشقة يخبط، بص لقى واحدة ست، فالست بصوت عالي وبزعيق وباسلوب فظ فبتقول له لو سمحت وطي صوت الاغاني اللي انت مشغلها دي. فالشاب بيقول رغم ان صوتها كان عالي واسلوبها كان فظ الا اني قلت لها خلاص تمام مفيش مشكله، وراح قفل الباب ودخل وطى صوت الاغاني. ثاني يوم الشاب صحى من النوم، لبس وظبط نفسه وخد بعضه ونزل علشان خاطر يروح الكليه بتاعته. وهو نازل قابل الحارس بتاع العماره، فراح له وكلمه وقال له لو سمحت انا الست اللي ساكنه في وشي حصل معايا امبارح كذا 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 كذا، فلو سمحت بلغها ان اسلوبها يكون محترم اكتر من كده بشويه. فحارس العماره بص له كده وقال له انهي شقه؟ قال له الشقة اللي في وشي. قال له بس الشقة اللي في وشك دي مفيش حد ساكن فيها، لأن الست اللي كانت ساكنة فيها من 10 سنين لقوها مقتولة في الشقة دي، فمفيش حد ساكن في الشقة دي. الشاب بص له كده وهو مصدوم، قال له مقتولة مفيش حد ساكن فيها؟ الشاب خد بعضه ومشي، راح الكلية بتاعته وهو عمال بيفكر في إن هو لما يرجع يلم حاجته وياخد بعضه ويمشي من العمارة دي. وبالفعل خلص اليوم الدراسي بتاعه وخد بعضه ورجع، وهو في دماغه ان هو يروح الشقه يلم حاجته وياخد بعضه ويمشي. هو طالع قابل واحد على السلم، فبيقول له لو سمحت هي الشقه اللي في وشي دي فعلا كان فيها واحده ولقوها مقتوله من 10 سنين؟ فالراجل قال له اه فعلا، ولكن انت مين اللي قال لك؟ قال له والله انا سالت الحارس اللي على العماره وهو اللي قال لي. الراجل بص له كده وقال له حارس العماره؟ قال له بس العماره دي ملهاش حارس. الشاب دماغه اتبرجلت وخد بعضه وجرى على السلم وطلع دخل شقته وهو بيلم في حاجته، فراح متصل على الست صاحبة الشقة قال لها لو سمحت انا عايز الغي العقد بتاعي حالا وهاخد بعض وامشي من العمارة دي. فالست بتسأله بتقول له ليه؟ قال لها لانه روح الست المقتولة في الشقة اللي قصادي بتظهر لي، ده غير روح الحارس بتاع العمارة. الست قالت له واحدة مقتولة وحارس العمارة؟ انت مين اللي قال لك الكلام الفاضي ده؟ فقال لها كلام فاضي؟ كلام فاضي ازاي؟ قالت له اه كلام فاضي لان العمارة ما فيهاش سكان غيرك.